الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم كانت بين الغريمين التقليديين العربي والقادسية، فالأصفر صاحب المركز الثاني والأخضر صاحب المركز الثالث يعون جيدا أهمية نقاط المباراة، لا سيما وأن الكويت يغرد بالصدارة. البداية كانت قدساوية سريعة، فمن تمريرة ماكرة من المشعن وصلت لصالح الشيخ الذي لم يتوانى في تسديدها بقوة داخل شباك خالد الرشيدي، معلنا التقدم للملكي مبكرا ومشعلا المباراة. هذا الهدف جعل الأصفر يهاجم بضراوة على العربي مضيعا الهجمة تلو الأخرى. العربي المتراجع حول لملمة الأوراق ووصل لمرمى نواف الخالدي في أكثر من مناسبة دون خطورة. الهجمات القدساوية كانت الأخطر، وهنا بدر مطوع يطالب بركلة جزاء، لكن ناصر العنزي حكم المباراة كان بالمكان المناسب. نقطة التحول العربوية جاءت في الخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد هجمة منظمة للزعيم أسكنها عبد القادر فال بقوة في الشباك القدساوية مع الدقيقة 42. بعدها وصل الزعيم لذروته قالبا الطاولة مع الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول ليسجل أحمد هايل هدفا عربويا كان ملعوبا من الزعيم ليقفل الشوط بتقدم عربوي. الشوط الثاني دخل القادسية بقوة وواصل إهداره للفرص أمام المرمى العربوي. بالجانب الآخر الأخضر كان أكثر انضباطية وكان ندا قويا للأصفر. الملكي يشن هجماته والفرص تضيع بإعجوبة، والسيد عدنان يرد بقذيفة يبعدها الخالدي. المباراة كانت مفتوحة بين الفريقين، فحتى العربي كان يهاجم بضراوة، وهذه الهجمة العربوية يبالغ فيها لاعب الأخضر وتضيع بسهولة. القادسية انتظر حتى الدقيقة 31 ليعادل النتيجة عن طريق عمر السومة، وتكاد تكون تسديدة طلال نايف آخر الهجمات في المباراة ليخرج العربي والقادسية حبايب بهدفين لكل منهما. قدر الله ما شاء فعل طلع من التعادل. يمكن الكل شاف الشوط الاول قدمنا مباراه كبيره وكنا احنا نستحق نطلع فايزين من الشوط الاول، بس يعني سبحان الله دقيقه يمكن او دقيقتين دش عنا جولين خربط كل شيء، خربط الحسبان، خلانا ندش الجيم الثاني يمكن شوي يأثر على مستوانا. صرنا مضغوطين ان احنا لازم نفوز ولازم ما يدش يعني هم نبي نعوض وهم ما نبي نحافظ على جولنا. هذا شوي اللي اثر على مستوانا الشوط الثاني، بس الحمد لله ان قدرنا يعني نقول وانه ما يدش عنا جول، مع ان احنا كنا نطمح حق الفوز، بس الحمد لله على كل حال. ما في احد رابح من الجوله هذه، يمكن القادسيه والعربي هم اكبر المتضررين من هذه الجوله، خصوصا بعد ما توسع الفارق ما بين القادسيه والعربي والكويت. رد الكويت ابتعد بالصداره شوي عن وابعد عن الكويت وابعد عن القادسيه والعربي، لكن مشوار طويل وباقي ان شاء الله تقدر تقول قسمين في مجال نعوض ان شاء الله. طبعا نفس ما قلت المباراه صراحه ممتعه بين فريقين كبار، العربي ونادي القادسيه. اتكلم عن نادي العربي، ضعنا فرص كثيره اليوم، يمكن فرص محققه يمكن ما توفقوا اخواني زملائي المهاجمين في اللمسه الاخيره، خاصه يمكن احمد هايل وفال. صراحه يعني كمستوى اكيد كل واحد راضي، يبي لعب مفتوح، يبي يمكن افضل مباراه في الدوري هذه، بس كنتيجه صراحه هاردك لنا ونادي القادسيه. وبذلك يرتفع رصيد الكويت إلى 26 نقطة في قمة الترتيب العام، والقادسية يصل للنقطة 19، بينما العربي للنقطة 18 بالمركز الثالث.